مساكم الله بالخير وجمعة طيبة ومباركة إن شاء الله عليكم جميعا. والله يعينكم على الجو اللي قاعد يتقلب شوي. الكويت ودول الخليج ودول العالم كلها الآن قاعدة تكافح الإرهاب وداعش وكل من على نفس الطقة هذه. أوكي. قاعدين يجتمعون ويحطون برامج ويحطون خطط وشو يتبادلون معلومات وأمور كثيرة عشان شلون يحاربونهم وشلون يحدون من خطورتهم. طبعا شو السالفة يا ابو راشد؟ شنو القصة؟ ليش داش في الموضوع؟ داش علينا عرض. الحين اقول لكم شنو السالفة وشنو القصة. امس بالمقبرة اثناء الجنازة صارت سالفة بلغوني فيها تفاصيلها شيء صراحة يفشل. وقف واحد من الناس يم القبر اللي قاعدين يدفنون فيه واحدة من المتوفيات، وقام يتكلم حسب روايتني على قصص وسوالف عن أفغانستان وعن شغله وجهاده ودنيته وأنا كذا وأنا كذا، والناس اللي حواليه وايد متضايقين واسكت اسكت ولا تسكتوني، ما لكم حق تسكتوني ومدري شنو من هالكلام، وهذا الولد ولده مدري شنو كان هناك ومودي أفغانستان ومودي أمور كثيرة. لين وصل بكلامه بدأ يتعرض لولي الأمر أمور، صارت الهوشة وصار طق مطاقق وصار المكافخ وصارت يعني كلش ما كان في أي تقدير لا للمكان ولا المناسبة اللي صايرة ولا أي شيء، يعني أبدا ما في احترام ولا تقدير للمكان. انتوا الناس بجنازة قاعدين يدفنون ميت عندهم، انت قاعد تقص لي قصص وسوالف وكذا، وقالوا لك اسكتوا مرة مرتين وثلاث. الداخلية وينهم؟ واحد من اللي كان حاضرين يقول لي مسؤولين المقبرة قلنا لهم انتوا شلون تسمعون حق الناس هذه تدش وتدخل؟ يقول عيزنا دازين اكثر من 6 كتب للداخلية بس ماكو اي اجراء. وبالنهايه الواحد يدش من هنا ما تقدر تميز انت داش هذا يشارك بجنازه ولا داش كذا، ما تشوف السجل الا لما وقت اللي تصير السالفه. هم مشكله مقبره احنا نشوف في ناس جزاهم الله خير يروحون يدعون وينبهون الناس على امور وكذا وشغلات ياخذون فيها الاجر وياخذون اجر حق الناس. هم ما تعدوا على احد ولا غلطوا على احد، وكلها بس يعني قال الله وقال الرسول وتنبيه وتصحيح لبعض المفاهيم الخطا اللي كانت موجوده وكذا، ماشي امور. الجديدة هذه تعال واطلع وقول سوالفك وابطالك وقصصك ورواياتك وكذا انت سبع القرنبة. يبا الناس ما تبي، مو غصب. المهم ما ادري عقب ما فكوا رموته ما ادري ايش صار فيه، هم طبوا ظهر ناس من جماعه قاموا يدافعون له ولا كذا. المهم المبدا ان هالشيء ما لازم يصير بهالمكان، له حرمه، ومكان المدفن مكان ما لازم تصير فيه هالسوالف، ويا ريت الداخليه تنتبه حق هالامور هذه وتشيك. الله يعين الداخلية بيلاقونها من وين ولا من وين ولا من وين، اللود عليهم زايد والله يعينكم. احنا معاكم، احنا ضدكم، شدوا الحيل. البلدية موظفين البلدية اللي يشتغلون في المقبرة يعني هم اللود اللي عليكم الكبير هذا ما حد ناسيه وما حد ينكره ابدا. شيء بالشيء يذكر، انتم طلعتوا قرار بالبلدية على اساس ان الدفان يصير العصر عقب 45 دقيقة من صلاة العصر. زين، الصيف حار والشمس حنانية ورمضان جاي، خلوا الدفان عقب المغرب، ما يمنع شوية كشافات وتقضي الأمور. أعتقد شرعيا ما في أي مانع فيها، لأن قاعد نشوف إحنا في مكة الدفان قاعد يصير على مدار اليوم، صلاة العصر المغرب العشاء الفجر قاعد يصلون عليهم ويدفنون. يا ريت إذا يتم تدارس الموضوع هذا وشوف الإمكانية وعطوا الناس، خيروهم قولوا لهم، لأن في ناس يمكن ما يدرون يمكن ما يعرفون. عساكم على القوة جميعا ويعطيكم ألف عافية وسامحونا على الإطالة.